السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة تخليد الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة للذكرى 24 لتربع مولانا صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أصلافه الغر الميامين. خديجة أروهل، نائبة برلمانية. اليوم كيشرفني أنني نحضر بمناسبة عيد العرش الخطاب صاحب الجلالة نصره الله. الخطاب اللي كما عهدنا صاحب الجلالة كان خطابا جامحا طموحا متفائلا مليئا بالمحبة والاعتزاز. خطاب أبان على محبة الملك لشعبه، خصوصا حين تكلم على إلغاء الفوارق الاجتماعية والمجالية. ملك حريص على روابطه الأخوية مع جيرانه، خصوصا في كلمته تجاه جارتنا الجزائر، وأنه كما شعبه ووطنه منفتحين على يعني الارتقاء بالعلاقات مع الجيران. ثانيا تشبتنا بوحدتنا الترابية واعتزازنا بها. هذا الخطاب لا يزيدنا إلا تشبتا بهذا العرش المجيد، ويزيدنا إلا نصرا يعني وبيعة لملكنا الهمام. بمناسبة الاحتفاء الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميانين، واكبتوا معنا توشيح ديالنا من طرف السدة العالية بالله بوسام ملكي من الدرجة الممتازة. وهذا الوشاح فهو كيدل على المضمون ديالو لما لمسناه فيكم من أهلية واعتبار. وهذه شهادة من أعلى قيادة على مستوى البلد، فهي افتخار كتدفعنا لواحد درجة عالية من الافتخار والاعتزاز والانبهار والارتياح على مسار مهني ووظيفي حافل بالعطاء، حافل بالتنمية مع الشركاء ديالنا، مع السلطات الترابية، مع المنتخبون، مع الإعلام، المجتمع المدني، مع الساكنة إلى غير ذلك. وهذا ما يمكن يزيدنا إلا افتخار واعتزاز بالمنظومة ككل على المستوى الترابي وعلى المجالات الترابية اللي قطعناها من خلال 4 ديال المديريات. أيضا هذا هو في الحقيقة هو وسام شرف الهيئة رسال النساء ورجال التعليم على مستوى كل هذه المجالات الترابية اللي اشتغلنا فيها. وما يمكن إلا نهنوا نفوسنا ونهنوا المنظومة بهذا الوسام، ونشكروا سيدنا ونتمنوا له الصحة والعافية وطول العمر والنجاح. المملكة ديال السعيدة ديالنا مسار كبير في إطار التنمية والتطور والازدهار.